ما تسيبش صلاتك متعرية. يا عم انت واعي بتقول ايه؟ اه والله واعي، بس اصبر كده وافهم. يعني ايه تسيب صلاتك متعرية؟ يعني انت تبقى مسلم مجرد بس ان انت بتصلي بس الفرائض وكده زي الفل، انت بالنسبة لك انا كده عملت اللي عليا وزي الفل. مثال، يعني انت لو في قصر وفي حرامي، لو القصر ده اللي هو الصلاة يعني، والحرامي ده اللي هو الشيطان، لو القصر ده ملوش سور، مش سهل خالص ان الحرامي ده يدخل القصر ده ويسرقه. نفس الفكرة. انا القصر ده لو مش مقفول كويس عليه ومش متحاوط من حواليه سور واتنين وتلاتة، لو ده حصلان الشيطان هيبقى صعب ان هو يدخل القصر، او الحرامي هيبقى صعب ان هو يدخل القصر. حد فاهم حاجة؟ تعالوا نقول. لو انت سايب صلاتك كده متعرية، مفيش معاها لا نوافل ولا مثلا اذكار بعد الصلاة، انت نفسك ما حابب مثلا ان انت تصوم اثنين وخميس، تقرأ قرآن، يبقى ليك ورد يومي، يبقى في حاجات كده يعني تاني بتعملها انت كمسلم غير ان انت بتصلي وخلاص. ليه بقى؟ الحرامي ده لما يجي عايز بقى يدخل يسرق القصر اللي هو الصلاة، لازم يعدي الاسوار دي كلها اللي انت بتعملها، اللي هي بقى ايه؟ النوافل والاذكار والصيام وورد القرآن والحاجات دي كلها، لازم يدخل لك يسقط الحاجات دي قبل ما يسقط منك الصلاة اصلا. فانت لو الشيطان عايز يوسوس لك هيدخل عليك دخلك اللي هو ايه؟ انت ليه يا عم بتقول الاذكار بتاعت بعد الصلاة دي؟ ما تروح عيادتك. انت ليه بتقرا قرآن يا عم؟ ما انت بتصلي. تمام، مفيش وقت. الفترة دي اعمل فيها كذا، انزل اكلم صاحبك في موضوع فلاني كده حصل معاه، كلمه وطمن عليه. هتلاقيه داخل لك دخلت بعيد عن الصلاة بقى، مش هيدخل لك دخلت بقى ان هو انت ايه، انت لازم تبطل الصلاة وكده. لا، ما هو انت لازم تبطل اللي قبلها، الحاجات اللي قبلها. الشيطان بقى صايع. فانت خليك اصيع منه يعني. لا هو مش من فراغ والله. يعني ربنا لما قال لنا اقروا قرآن وقولوا الأذكار وادعوا والنوافل بعد الفرائض وقبلها والحاجات، مش من فراغ. يعني هو مش نعم مش فرض وكل حاجة، ولكن ان انت تعملها ده هيثقل عليك، او هيثقل في ميزانك، او هيخليك ثابت في الحاجة الفريضة اللي هي الصلاة. فما تخلوش القصر متعري وتخلي صلاتك متعرية من غير كل الحاجات دي، عشان الشيطان ما يدخلش على صلاتك ويخليك بعد كده ايه، ما تجمعهم مع بعض، صليهم اخر اليوم مرة واحدة مش مشكلة. وبيكون ده بالنسبة لك عادي، يعني انت مش بتحس ان انت عامل ذنب. وخد بالك، انت لو ما حسيتش ان انت تأخيرك للصلاة او تجميعك للصلوات، او طبعا ان انت ما بتصليش اصلا، تمام، ان ده ذنب كبير، ان انت ما فيش احساس كده بيأنمك من جوه، لا عيد حساباتك يا ريس. انت بعيد، انت بعيد خالص. يعني من رحمة ربنا بينا ان هو بيحسسنا بألم كده وتأنيب ضمير لما ما نصليش مثلا الفجر مثلا، ما نصليش مثلا الصلاة في ميعادها، ما نصليش مثلا الصلاة في المسجد. ان انت تحس بتأنيب ضمير لما ما تعملش حاجة زي كده، اعرف ان انت كويس وعلاقتك مع ربنا كويسة وكل حاجة. لكن لو الاحساس ده ما جالكش، لا عيد حساباتك. ربنا على فكرة الناس اللي بيحبها والناس اللي عايزها تتوب هيحسسها بالإحساس ده عشان ترجع له تاني. فهو ربنا تواب، ربنا وعمره ما بيزهق من التوبة. يعني انت يا باشا اغلط، يعني اغلط وتوب، اغلط وتوب، اغلط وتوب. يعني على قد ما تغلط توب، والشيطان هيدخل لك دخلة اللي هو ايه، انت كل الحاجات اللي انت بتعملها دي ومستني ان ربنا يتوب عليك. يا عم ما توب، يا عم توب، يبقى لسه عامل الغلط وقبل ما تقوم توب.
تمام. والله لو مليون مرة برضو توب، هترجع وربنا هيرجعك. وما تملش من الاستغفار والتوبة، لان ربنا مش ملوش اخر في ان هو يتقبل منك او ما يتقبلكش. هيتقبل منك بس انت زن، توب، ما تبطلش. حاول ان انت تغطي صلاتك زي ما قلنا بكل الحاجات التانية اللي حواليها. دي حاجات مش بسيطة، ودي اي نعم مش فرايد بس حاجات بتثقلك وبتثقل الدين جواك، وبتخليك اصلا تستعان وربنا يعينك على الفريضة نفسها ان هي تداوم عليها. بس فما تخليش صلاتك متعرية.